ايه ده، انت بتساعد اهل بيتك في شغل البيت وحنون وما بتكذبش وما عندكش علاقات نسائية وما بتشتمش؟ انت اكيد مش طبيعي. كأنك مش مظبوط يا. هل الجمال حكر على السيدات والبنات فقط؟ يعني هل المجتمع بيسمح للراجل ان هو يكون جميل وسيم وهو فرحان بنفسه وبيقول ان انا جميل ووسيم، ولا يعني هيتنمر عليه؟ وهل مسموح للراجل ان تكون ليه اهتمامات بنقول عليها اهتمامات أنثوية، ولا مش مسموح؟ دي معضلة عادل بطل رواية كلهم أعدائي، اللي بيلاقي نفسه محط كراهية وتنمر الناس اللي حواليه لأنه هو جميل جدا شكلا ومختلف عنهم في طريقة التفكير. خلافات ما تؤديش لكراهية، لكن المجتمع بيكره أي حد مختلف عنه سلبا أو إيجابا. لو كل المجتمع لبس أزرق، عايز كل اللي موجودين يكونوا لابسين أزرق. اللي يلبس أحمر ما ينفعش، أنت ليه لابس أحمر؟ فدي معضلة عادل. في أفكار مجتمعية بتسيطر على الناس وتخليهم يحكموا على الشخص ده هو وحش ولا حلو، والمفروض أصلا احنا ما نحكمش على حد زي ما قلت لكم قبل كده، ولكن شخص قرر اهتماماته تكون مختلفة، هل ده يوصمه ويبقى هو شخص مش كويس؟ يعني فعجبني الرواية دي قوي إن هي سابقة عصرها في إنها اتكلمت عن الموضوع ده. ولكن رغم ذلك كان في عيوب في الرواية، منها الراوي عليم بيحكم على الشخصيات اللي بيتكلم عنها، وده حسيته حاجة ما ينفعش إنها تكون موجودة. وشخصية عادل ما كانتش مثالية 100%، يعني في تصرف حصل في الجزء الأخراني من الرواية ما كانش لازم يعمله، حتى لو الشخصية اللي قدامه دي دنيئة وتستاهل ضرب الجزمة، ولكن هو ما كانش لازم يعمله. شخصية بحلق اللي هو مكرم قطع قلبي، البني آدم ده يعني قطع قلبي بجد. حتى برضو في تصرف في الأخير هو عمله، والمفروض حتى الكاتب متعاطف. ما المشكلة الكاتب وهو بيكتب هو متعاطف قوي مع الشخصيات وضد شخصيات معينة يعني قلب في شخصية قلبها وحدة وطنية، ان هو ازاي الشخصية دي فاسدة وبيننا الشخصية دي أجنبية. طب ما هو حضرتك ما هو موجودين في البلد وفاسدين، يعني جات على المسكين اللي جاي من بره يعني فاسد؟ كلهم فاسدين. كمان الإسهاب، شوفوا حجم الرواية عامل ازاي، 560 صفحة. عارفين بعد التحرير كان ممكن تبقى كام صفحة؟ ممكن 260. متخيلين الإسهاب قد ايه؟ كمان من عيوب الرواية ان كان في شخصيات يعني من طريقة السرد كنا متوقعين والله الشخصية دي هتطول معانا شوية، ولكن هي قعدت التلت الأولاني من الرواية وبعد كده اختفت وسمعنا عنها بس كده حاجة عابرة وخلاص. في المقابل في حاجات شخصيات كنا افتكرنا انها هتمر مرور الكرام لكن طولت شوية، وفي ناس فجأة ظهرت وناس اختفت. في شخصيات كتير في الرواية ما كانش ليها لازمة، استدعائها يعني كان بمثابة حشو. يعني ميرفت ومدحت، أنا كنت مبسوطة بميرفت جدا لأن هي أحسها أطيب شخصية فعلا في الرواية، وما كنتش عايزة أنها ترتبط بمدحت لأن مدحت شايفها خيار وحيد، لكن هي اختارته فعلا. فيعني في عيوب في الرواية ورغم ذلك لا تملك غير إنك تحبها، معرفش إزاي. شوفوا انتوا لو بتحبوا المسلسلات بتاعت التمانينات وأفلام التمانينات اللي بتتكلم عن الشخص المثالي اللي عايش وسط شوية من المنتفعين اللي هممهم الفلوس والشهوة والحاجات دي كلها، الرواية دي هتعجبكم قوي صراحة. وللأمانة رغم إن يعني في ممكن عيوب في الرواية، ولكن أنا حبيتها جدا جدا جدا. السرد كان يعني تحس كده بيطبطب عليك. أنا قيمت الرواية 3.5/5، ولو أنتوا بتحبوا المسلسلات والأفلام دي هتعجبكم أكيد. دي الرواية الوحيدة لرجاء عليش بجانب مجموعة قصصية. آخر 4 صفحات في الرواية يقطعوا القلب، وكان أي حد هيقرأ الكلام ده كان ممكن يتوقع أن رجاء عليش في أي وقت من الأوقات ممكن يفارق الحياة بإرادته زي ما هو عمل. ألف رحمة ونور على روحه. كان يعني كنت أتمنى أن هو يصبر شوية على الدنيا دي لأن أعماله رقيقة وحساسة زيه وجميلة زيه، فالله يرحمه.